صلوا على النبي وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل مسلسل جديد. ابتدى عندنا مسلسل بسمايل وهي كانت في وكالة بتأجر فيها راجل علشان يعلمها ازاي تكون واحدة جميلة جدا. وهي كانت طالعة أسانسير قابلت واحد وسيم جدا وقالت بس يبقى دي كده بداية خير وكل الرجالة اللي هقابلهم فوق هيكونوا حلوين وهختار منهم واحد بس. وهي كانت راكبة معاه لقت ان الأسانسير وقف ولكن في الآخر عرفوا يصلحوه وطلعوا هما الاتنين سوا. وهو قال لها ايه رأيك اللي انت تكوني معايا في النادي بتاعي؟ فهي بتقول له هو ده ينفع؟ فقال لها ايوه انا هستناكي وفرحت جدا. وفي الناحيه التانية عند ليز كانت بتكلم حبيبها، كانت كل ما تقول له تعالى روحني او تعالى نتقابل يقول لها انا مش فاضي. وهنا بدأت تشك فيه ان هو بيخونها. ولما راحت تقعد مع صاحبتها بتقول لها ان الكارت ده بيقول ان حبيبك بيخونك وفي واحده من صحابي شافته مع بنت. وهنا كانت سمايل كانت بتعترف لكيرو ان هي بتحبه، فهو بيقول لها ان انا كمان كنت عايزه اشاركك المشاعر اللطيفه دي ولكن انا ما بحبكيش لان انا اول ما قربتلك قلبي ما دقش ليكي. وهنا برضو كانت ليز بتحاول تكلم باد وتقول له هو انت فينك مش هتيجي توصلني، وكان كل شويه عمال يتهرب منها. وهنا فعلا بدأت تصدق كلام صاحبتها ان هو بيخونها. وهنا كانت اسماعيل بتحكي لصاحبتها وتقول لها ان هو رفض حبي، فصاحبتها بتقول لها احسن كده كده الهديه اللي انت جايباها له غاليه فيلا نرجعها. فبتقول لها وانت بتهتمي بالفلوس قوي كده ليه؟ انت انسانه بخيله. فبتقول لها لا انا خايفه عليكي وعلى فلوسك. وهما ماسكين الدبدوب لقوا ان في ورقه مكتوب فيها ان هي ينفع تأجر راجل واحد بس والراجل ده يعمل لها اي حاجه هي عايزاها. واول ما فكرت في كده فكرت ان هي تجيب واحد يعلمها ازاي تكون جميله علشان كيرو يعجب بيها. وفي الوقت ده راحت هناك الوكاله والراجل اللي هناك قال لها وانت عايزه الراجل ده يعمل لك ايه؟ فقالت له انا عايزه واحد يكون يهتم بيا ويعرفني ازاي اكون انسانه جميله. في الناحيه التانية هنا كان كيرو بيقابل ليز بيقول لها انا شفتك امبارح جاي في الوكاله علشان تختاري راجل وانا جيت لك اهو. لكن ليز ما كانتش طايقاه خالص. مايل وهي كانت في نادي كانت واحده بتقول لها يلا اطلعي ارقصي ولو رقصتي حلو هنديكي 10,000. فهنا طبعا كانت محتاجه الفلوس دي علشان تديها للراجل اللي هيجيلها من الوكاله. ولكن هنا طلعت رقصت ومحدش اعجب بيها، لا يبقى لازم تاخدي عقابك. ونادى واحد من الفي اي بي وقال لهم تعالوا ادوها العقاب اللي هي تستاهله. واحد قال لها اخلعي القميص اللي انت لابساه. ولكن في الوقت ده كيرو كان في نفس النادي واتدخل وقال له ان انت ما ينفعش تعمل كده، لكن مشي على طول وسابهم. وفي الوقت ده هنا جه بات وبدا ان هو يتدخل قال له مش انت عايزه تخلع القميص؟ ادي قميصي اهو. طبعا الراجل ده يبان عليه ان هو شخص بيحب البنات الصغيره. خدها بعد ومشي على طول وقال لها وانت ازاي تعملي في نفسك كده وتخلي نفسك عرضه لموقف زي ده؟ فهي بتقول ان هي كانت بتعمل كده علشان تجمع له الفلوس، لان هنا يبقى بات الشخص اللي هي راحت اجرته من الوكاله. هو قال لها وانا كنت قاسي معاكي للدرجه دي؟ طبعا هي كانت عايزه تروح تحكي كل حاجه لصاحبتها ولكن كانت عارفه ان صاحبتها هتعترض فما رضتش تحكي لها اي حاجه. وانا صاحبتها قالت لها ان هي معجبه بباد اللي كان بيمثل، فانا طبعا ما عرفتش تحكي لها ان هو هيكون حبيبها لفتره صغيره. في الوقت ده هنا قالت لها انا بكره هقابله وهفضل اراقبه. لكن هنا راحت خدته على طول من الصف بتاعه وقالت له ان صاحبتي دلوقتي هتراقبك وان هي ممكن تعمل لك كده مشكله مع حبيبتك لان باد هو اللي كان مرتبط بليز. طبعا في الوقت ده شافتها صاحبتها وهي بتجري ومعاها حد فجريت على طول وراها. فهنا باد بيقول لها وانت ليه بتعملي كده؟ بتقول لها لان صاحبتي ممكن تعمل لك مشاكل مع حبيبتك وانا مش حابه كده الصراحه. لها عقدنا هيبتدي من النهارده يلا نخرج واوريكي ازاي تكوني انسانه جميله وتقدري تكسبي قلب اي شاب. وفعلا خدها وراحوا هما الاتنين كافيه علشان يقعدوا فيه سوا. ولكن وهو هناك افتكر ان هو كان مدي ميعاد لليز وان النهارده ذكرى ان هما مرتبطين بقالهم سنتين. ليز راحت الكافيه وكانت مستنياه ولكن هو رجع لها تاني ولقى ان هنا كانت اسماعيل كان في شاب بيحاول يتحرش بيها وكان هيغتصبها ولكن لحقهم على اخر لحظه وبدأ ان هو يروحها. وهنا كان كيرو بيقول لها وانت تفضلي مستنيه كتير؟ اللي انت جايه علشان تستنيه هو ما جاش لحد دلوقتي. وقال لها انا اعدي من 1 ل3 لو ما مشيتيش معايا انا هقوم امشي. طبعا هنا قامت تمشي معاه وهنا كانت مستغربه ان هو ليه ما جاش ليها. وهنا سمايل راحت تروح مع بات لان هو ساكن في الشقه اللي تحتيها وهي روحت معاه علشان صاحبتها ما تعرفش اي حاجه من اللي بتحصل. وهو قال لها عادي اللي انت تباتي هنا وسابها على طول وراح لليز. وليز بتقولها هو انت ليه الفتره دي بقت بعيده عني؟ وهي طبعا خلاص صدقت فكره ان هو بيخونها. فانا بيقول لها ان هو الفتره دي مضغوط وهي قالت له خلاص يلا نروح على بيتك. وهو طبعا كان بيحاول يكلم اسماعيل ويقول لها امشي من البيت لان انا وحبيبتي جايين مع بعض ولكن كان كل ما يكلمها التليفون هيدي ان هو مقفول. فانا طبعا كانت مستغربه هو ليه متوتر كده وكان عمال يدور عليها في البيت. حتى وهي بتقدم له الهديه ما كانش باين عليه ان هو مبسوط وكان باين عليه ان هو متوتر جدا. في الوقت ده راح علشان يدور على اسماعيل لانه روح ولقاها ان هي مش موجوده وكمان هي ما شافتش المسج. فصاحبتها بتقول له ان هي قالت هتبات بره. وهو طبعا عارف ان هي كدبت على صاحبتها لان هي كده كانت بايته عنده هو. لكن اسماعيل راحت لاوضه الموسيقى اللي كان فيها هنا كيرو. فكيرو بيقول لها وانت ايه اللي جايبك هنا؟ فهي بتقول ان انا كنت حصل لي ظرف فلازم ابات هنا الليله دي. فهو قال لها خلاص ماشي ما فيش مشكله وباتي هنا فعلا. طبعا هي ما صدقت ان الفرصه دي تجمعها مع كيرو الولد اللي معجبه بيه.
ولكن نعرف ان هو اصلا مش معجب بيها وشايفها لسه طفله صغيره، مع ان الاتنين نفس السن بالظبط. وهنا ليس كلمته وقالت له تعالى ان انا عايزه اقابلك. وفعلا بدات ان هي تحكي له على طول ان حبيبها اللي كانت مرتبطه بيه بقاله سنتين هو مبقاش الفتره دي مهتم بيها خالص. بدات تحكي له ان واحده من صحابها شافته ان هو واقف مع كذا بنت. وانا طبعا كان مش عارف مين باد ولا كان عارف ان هو اصلا شغال معاه في نفس الوكاله. باد كان بقاله فتره بيدور على سمايل لان هو مكانش لاقيها، ولقاها ان هي داخله البيت، فهو بيقول لها هو انت كنت فين؟ فبتقول انا كنت في الاستاديو عند كيرو. فبيقول لها هاو عملتوا ايه؟ بتقول له ولا حاجه، هو جات له مكالمه على طول ومشي. ولا طب وانت ليه ما استغلتيش كده وخليتيه يقعد معاكي شويه؟ بتقول له انا مش عارفه اعمل كده ازاي. هو بيقول لها هو انت بجد طفله وكده مش هتخليه ان هو يعجب بيكي، وهي اتضايقت جدا من كلامه. وفي الناحيه التانية كان هنا ليس كانت بتكلم كيرو، وكيرو بيقول لها ايه رايك ان انا ارتبط بيكي لمده 10 ايام؟ فهي بتقول له استنى كده، لا طبعا. فانا كان مستنيه ان هي تقول كده يعني، ولكن هنا ليس سابته ومشيوا. وهنا لما الاتنين كانوا قاعدين مع بعض صاحبتها قالت لها على فكره انا مستنياكي بره. فهي بتقول لها بره فين؟ بتقول لها انا بره اهو افتحي بقى. وهي طبعا قالت له طيب صاحبتي دلوقتي هي معجبه بيك وانا ما ينفعش اقول لها اللي انت معايا في الاوضه. فهي قالت له مثل اللي انت جيت هنا. فهنا لما راحت قالت لها، فهنا بتقول لها اشمعنى جه الاوضه دي بالذات؟ استني كده ده القدر اخيرا. وانا اسمها فرحت صاحبتها صدقت اللي حصل وان هي كده مش هتبدا تدور تاني وراها. فهي صاحبتها بتقول لها خلاص كده ان انا هرتبط بيه. والناحيه التانية ليس كانت خارجه مع كيرو، وكيرو كان بيعمل اي حاجه بس علشان يكسب قلبها. طبعا هما كانوا خارجين علشان يجيب هديه لباد لان عدى سنتين على موعد ارتباطهم. فانا بيقول لها طيب ايه رايك ان انا هروح معاكي؟ وهي قالت له خلاص ماشي. في الوقت ده كانت سمايل وصاحبتها كانوا هما الاتنين خارجين، ولكن باد كلمها وقال لها ان هو عايز يقابلها، فحاولت تتهرب من صاحبتها. في الوقت ده هو مسك تليفونها، بعت رسالة لكيرو على أساس إن هو سمايل، وكتب له إن أنت فاضي النهاردة وأنا عايزة منك خدمة. لكن سمايل قالت لبات إن الكلام اللي أنت كاتبه ده جريء شوية، لها إن دي شخصية كيرو، وشخصية كيرو بيحب البنت الجريئة مش البنت الخجولة، وأنت لازم تكوني جريئة معاه علشان يحبك. راح معاها وكان مستنيها بره، ولكن كيرو ما جاش. فهي فضلت تعيط وهو حضنها علشان يواسيها، ولكن هما بيحضنوا بعض لقوا إن هو جه. طبعا استخبى وكان متضايق ان كيرو بيقرب من سمايل. فكيرو بيقول هو مين اللي هنا؟ فهنا قام وقال ان انا جيت هنا بالصدفه وان انا مش قصدي حاجه. وطبعا هنا كيرو على طول مشي. كلمته هنا ليزو بتقول ان انا عايزه اقابلك. وفي الوقت ده بات جه وشافهم هما الاتنين وهم قاعدين مع بعض. وانا بيقول يبقى هي كانت عايزه تنفصل مني علشان ترتبط بكيرو، وانا شافهم هما الاتنين مع بعض وكان متضايق جدا. راح لسمايل وبدأ ان هو يحكي لها ان شاف حبيبته مع حد تاني. فهي بتقول له احكي لها اللي انت اشتغل كده. فقال لها وانت فاكره ان انا بحب الشغل ده؟ ولكن انا بشتغل كده علشان اسد عن اختي الديون اللي عليها. هنا سمايل شافت قد ان هو حد كويس، بيقول لها ان انا بعمل كده علشان انا المسؤول عن اختي وان اهلنا ماتوا من زمان. في الوقت ده كان كيرو وليز خارجين مع بعض مبسوطين جدا مع بعض. وهنا كانت اسماعيل بتقول له ان انت لازم تمثل الدور ده وان انت ما ينفعش ما تمثلوش علشان انا موجوده. قالت ان انا هكون حاسه بالذنب لو انت ما مثلتهوش. فهو قال لها طيب انا همثله علشان خاطرك انتي. والاتنين فضلوا يتكلموا مع بعض وكانوا مبسوطين جدا. لها ايه رايك ان انا هعمل بروفا معاكي علشان اشوف عارف امثل كويس وحافظ الكلام ولا لا؟ وفعلا بدا ان هما الاتنين يمثلوا مع بعض، ولكن الموضوع وسع منهم شويه وكانوا فعلا صدقوا اللي بيقولوا، رغم ان هو كان بيمثل وما كانش قصده يقول اي حاجه هنا لسمايل. ولكن سمايل مشيت على طول لانها كانت محروجه. واول ما مشيت في رساله جت هنا البات، وكان صاحبه بيقول له هو انت مش قلت لي ان انت مشغول ليه دلوقتي خارج مع صاحبتك ليز؟ وهنا طبعا ما كانش خارج معاها، واللي كان خارج معاها كان كيرو، وراح يعيط لسمايل وكان مستغرب ان هي اللي بتخونه، مع انها كانت قايله له ان هما بس هياخدوا استراحه من بعض مش ان هما هينفصلوا خلاص. وراح لسمايل وكان بيعيط، وسمايل فضلت جنبه كانت بتواسيه وشايفه قد ايه ان هو مظلوم، ان هو بيحاول على قد ما يقدر انه يكون مع ليز. وهي بتقوله ان كل حاجه هتتحل عادي مع الوقت. وكانوا الاتنين ماشيين مع بعض، وقال لها ايه رايك ان انا اخرج معاكي في معاهده مزيفه علشان اعلمك ازاي تتعاملي مع الرجاله؟ فقالت له خلاص ماشي. وبالتحديد يعني هي كانت عايزه تتعامل مع كيرو. سمايل ما كانتش عايزه تروح المطعم، كانت عايزه تروح الملاهي. فهو بيقول لها ان انت لازم تكبري شويه عن كده لان كيرو بيحب البنات الجريئه. ولما لقاها ان هي زعلت قال لها يعني عادي لو انت بينتي له ان انت غبيه شويه. وكانت وهي بتاكل ما كانتش عارفه تاكل كويس، لكن هو بدأ ان هو يساعدها لان شايفها ان هي محتاره جدا ومش عارفه تاكل. ولكن قبل ما يساعدها ان الاكل جه في عينيها. وهناخدها على طول عشان يدخلوا السينما، ويقول لها وريلي ازاي هتمسكي ايد كيرو من غير ما تحسسيه اللي انت عايزه تمسكيها، وانا هدخل معاكي السينما وده اختبار ليكي. فتقوله طيب عرفني اعمل كده ازاي. لكن بات كان حابب يشوف هي هتعمل ايه، وهي كانت في السينما كانت محرجه جدا ان هي تمسك ايده. ولا انت كل ده بس علشان تمسكي ايده؟ فبتقول له ايوه انا محرجه وعمري ما مسكت ايد شاب. قال لها لازم تكوني جريئه عن كده معايا علشان على الاقل يعني يعجب بيك. وهما الاتنين خارجين لقوا ان صاحبه ليز واقفه بره وكانت عايزه تصور هنا سمايل، وتقول لهم ان انا هقول لليز اللي انت بتخونها. بات رد عليها وقال لها لا انا عمري ما خنتها، ويا ريت يعني اللي انت ما تبوظيش العلاقه بينا اكتر ما هي بايظه.
هي قالت له طيب أنا مش هاقول لها المرة دي. عند ليز راحت هنا البيت بتاعة كيرو، ولكن بدأت تدوّر في الدرج بتاعه ولقت إن هو متصور مع عيلته وكان مشخبط على حد، وكان عندها فضول تعرف مين الحد ده، وهو طردها من البيت وكانت ماشية زعلانة منه. من الناحية التانية اسماعيل كانت عمالة تفكر ازاي توقع كيرو في حبها. كانت قاعدة هي وبات كانوا الاتنين بيفكروا، ولكن هما الاتنين قاعدين مع بعض دخلت عليها صاحبتها اللي كانت معجبة ببات بتقول لها انت ازاي تخونيني كده، مع ان بات اصلا معلهاش هو حتى معجب بيها، ولكن قالت لها انت كده خنتي صاحبتك الوحيدة اللي معاكي من زمان، ومشيت على طول. وطبعا هنا بقت عايزة اعترف لها على كل حاجة، ولكن هنا منعته اسماعيل لان لو اعترف لها هيأذوه في الشغل. وانا وهما الاتنين كانوا ماشيين مع بعض ليس تقول لي كيرو ان هي هتروح الحفلة بتاعة جدتها وان كلهم هناك بيتنمروا عليها، واللي بيكون معاها كل سنة هو بات. وبات لما راح المؤسس الوكالة قال له على فكرة البنت اللي كانت معاك واحد تاني يكمل معاها كل حاجة. وهنا طبعا بات كان مستغرب جدا منها، وطبعا فاهم ان هي عملت كده علشان صاحبتها لان صاحبتها معجبة بيه، وان عندها علاقتها مع صاحبتها اهم من علاقتها بيه. وهو ماشي لقاها ان هي اختارت واحد تاني، الواحد التاني بدأ ان هو يقول لها تجاهلي يلا ونمشي انا وانتي. وانا طبعا باك كان متضايق منها، ولكن في الوقت ده كان بيبدأ يصلح علاقته بليز. الوقت ده ليز اتصلت بيه وقالت له ان هي محتاجاه دلوقتي في الفرقة لان اللي بيعزف على الجيتار دلوقتي مش موجود. طبعا هو كان مبسوط علشان هي اخيرا لجأت له في حاجة لانها بقاله فترة ما اهتمتش بيه. وانا اول ما راح لها على طول كانوا الاتنين قاعدين مع بعض، لكن هو بيقول لها وانت جاية هنا علشان تنتقديني، فهي بتقول له انا غلطانة اصلا ان انا جبتك او حتى اتصلت بيك. وهو كان بيكلمها لقى ان اسماعيل بيتكلمه، كان لاول مرة تجاهلها. ولما ليزا لقيته ان هو عمال يبص على التليفون بتقولها على فكرة لو عايز تروح اي مكان دلوقتي روح يلا وانا مش هتضايق. فعلا راح وانقذ هنا اسماعيل، ولما راح لقاها ان هي تعبانة جدا وقرر ان هو يفضل جنبيها، فبتقول له معلش ان انا ازعجتك. هو قال لها لا عادي ولا يهمك، واهم حاجة دلوقتي اللي انت كويسة. وتاني يوم راحت الوكالة وخلت بات يرجع تاني للولد اللي يعلمها كل حاجة. فانا بتقول على فكرة انا كمان خليتك تكون معايا كمان 10 ايام. وهو كان مبسوط ان هي ما بتقدرش تستغنى عنه وان هي دايما عايزاه يكون معاها، فبتقول يلا ابدأ علمني ازاي اقرب لكيرو. وانا اتضايق بقى بعد ما كان مبسوط وقال لها يبقى كل ده علشان كيرو. قالت له خد تليفوني كلمه على اساس اللي انت انا. طبعا كان من جواه متضايق جدا وهو بيعمل كده، وان هو كان بدأ ان هو يعجب بيها وينسى خلاص ليز. فانا بيقول لها طيب روحي البسي لبسك وبالليل نروح انا وانتي هناك. وفعلا راحوا هما الاتنين بالليل وكيرو دخل جوه، ولكن هو كان مستني بره ومتضايق جدا من اللي بيحصل وشايف ان اسماعيل انسانه بريئه جدا وما ينفعش تعمل كده. وهو كان قاعد بره مستنيها لقاها ان هي جايه وكانت بتعيط. هو قلق جدا عليها وقال لها مالك وان هو حاول يضايقك. فبتقول له ايوه ان هو فضل يضايقني ولكن انا خرجت على طول. فده وهما الاتنين روحوا. وفي الناحيه التانيه ليز كانت قاعده مع جدتها اللي كانت بتتنمر عليها، وكانت هي قاعده متضايقه جدا لان كانت القعده كلها بيتكلموا عليها. في الوقت ده هنا جه كيرو خدها، وليزا كانت مبسوطه ان هي اخيرا لقت قال لها انا بحاول اعمل اي حاجه علشان اقربك ولكن انت اللي بتبعدي، وان كيرو كده مش هيستناكي كتير. وصاحب الوكاله اتصل ببات وقال له تعالى ان انا محتاجك ضروري. واول ما راح قال له انت ليه طلعت اسرار الوكاله لحد بره، ويقصد بالحد ده صاحبه اسماعيل. لما هو راح حكى لها على كل حاجه علشان ما تبعدش عن اسماعيل. وانا طبعا كان مضطر ان هو يعتذر علشان يبدا يسدد من اخته. وراح هو واسماعيل اوتيل وكانوا هما الاتنين مع بعض، وهي كانت اسماعيل بتهرب منه. خرج ولقى ان ليز وكيرو الاتنين مع بعض بره. طبعا ليز فهمتهم بشكل غلط خالص وفهمت ان الاتنين كانوا مع بعض. وانا كانت اسماعيل رايحه وكانت عماله تهديه، ولكن اول ما قربت منه بعد على طول عنها. وانا حست بالذنب مع انها ما عملتش اي حاجه. تاني يوم راحت علشان تشوف المسرحيه بتاعه باد، وهي كانت هناك في الحمام ولقت ان في واحده من الممثلين بتقول ان على اخر المسرحيه باد هيكون ليها. هنا اسماعيل حست ان هي غيرانه جدا عليه وان هي ازاي تقول على باد كده. هي بقالها فتره عارفه ان هي معجبه بيه، ولكن هي ما كانتش عايزه تقوله علشان عارفه ان هو مرتبط بليز. وفي الوقت ده هنا لما خرجت علشان تتكلم معاه لقيت الممثله دي بتاخده منها وبتمشي. كيرو وليز مع بعض، وكيرو عرف خلاص ان هو بيحبها. ليز عرفت ان هو منفصل عن باباه بقاله سنين وخدته علشان يروح يصالح باباه. طبعا كيرو ما كانش حابب خالص ان هو يروح يكلم باباه علشان باباه اذاه كتير جدا وهو صغير، ولكن لما عرف ان باباه قرب يموت قرر ان هو يسامحه. وراح هناك وبدأ ان الاتنين يتكلموا. وهو بعد ما خلص معاه كان عمال يفكر في ليز وان هي قد ايه انسانه كويسه وفعلا حابه ان هي تساعده. من الناحيه التانيه بات طلع علشان يمثل، وهو كان بيدور على سمايل لان لقاها مختفيه، ولقى ان هي طالعه له وكان معاها ورد وكانت بتقوله ان انت مثلت بشكل كويس. قال لها وانت بتعيطي ليه اكيد مش من المسرحيه صح؟ فبتقول انا عارفه ان انا مش كافيه ليك ولكن انا مش حابه اشوف واحده معاك غيري. هو بيقول لها انت كافيه جدا ليا، وقال لها ان هو معجب بيها وان هي يا ريت تفكر في الموضوع ده لان هو عايز يرتبط بيها. وفي الوقت ده كيرو برضه اعترف لليز ان هو بيحبها وان هو مستعد ان هو يكمل معاها. طبعا كانت ليز لسه خارجه من العلاقه مع باد وهي كانت الشخصيه اللي كانت بتدي كل مشاعرها، فطبعا لسه متاثره وقالت له سيبني الاول افكر وهبقى ارد عليك.
وبات كان مع سمايل وبيقول لها فكري براحتك، وان قبل ما عقدنا ينتهي قولي لي انت هتكوني معايا ولا لا. طبعا اسماعيل كانت محتاره جدا توافق عليه وتخسر صاحبتها اللي معاها بقالها سنين ووقفت جنبها كتير، ولا توافق على حد اخيرا قبل ان هو يحبها. ولما هي كانت ليز رايحه علشان تقوله ان هي بتحبه، لقت ان بنات كتير مقدمين له ورد. انا نكدت عليه وقالت له يبقى انا دوري بقى مش مهم، فقال لها هو انت غيرانه عليا؟ فبتقول له اكيد لا. وهنا وهو كان بيعزف اغنيه في الحفله بتاعته، كانت مبسوطه جدا ان هو اخيرا بيحقق حلمه وهدفه. ولكن وهي كانت بتسقف له اغمى عليها على طول، وصحيت تاني يوم لقت نفسها ان هي موجوده وهو جنبها على السرير. فهي بتقولها هو انت فضلت جنبي هنا؟ فانا بيقول لها ايوه. فبتقوله طب والحفله؟ قال لها دي مجرد هوايه، وان انت اكيد اهم من مليون حفله. وانا عرفت فعلا ان هو فعلا بيحبها وان هي بتحبه. ولكن في الوقت ده كانت هنا اخت بات راحت لليز وتقول لها ان هو اشتغل عشان بس يقدر يسدد ديوني مش اكتر، ولكن هو بيحبك. وطبعا ليز عرفت ليه كان بيتهرب منها كده، وحتى لما صاحبتها قالت لها شفته مع كذا بنت عرفت ان هو في الوكاله دي، وقررت ان هي تروح وتشوف كل حاجه فعلا اذا كان الكلام ده صح ولا لا. وانا اخت بات وبتقول لها هي دي زبونه ليك؟ فانا طبعا بات ما كانش عارف يقول ايه، فهي ردت وقالت اه انا هنا زبونه. وليز اتصلت بيه وقالت له انا تحت ومستنياك، قالت له ان احنا قضينا مع بعض سنتين وكانوا حلوين، وان احنا الاتنين فاهمين بعض كويس، ولكن مضطرين ان احنا نبعد عن بعض، ان هي خلاص بقت تحب كيرو. راحت هنا لكيرو بتقولها هو انت فعلا كنت تعرف ان بقت شغال في نفس المنظمه دي؟ فانا بيقول لها لا انا ما كنتش عارف اي حاجه، ولكن هي كانت حاسه ان هو كذاب. فانا بيقول لها انت بتتسلي وانا بتسلى وخلاص على كده. ولكن بدات ان هي تضربه ومشيت على طول، وشافت ان هي لتاني مره حبت حد مش زيها، وبرده ادت مشاعر اكتر من اللي هو اللي اداها لها. ولما بات راح لصاحبتها، صاحبتها قالت له ان هي مشيت من هنا، وان هي بتقول اللي انت ليك حبيبه فانت عايز ايه بقى منها. وطبعا هو عارف ان خلاص كده سمايل فهمته بطريقه غلط، وان هي بعدت عنه علشان كده، وبدا ان هو يرجع تاني للشغل، وبدا ان هو يكلم بنات زي الاول وكمان يخرج معاهم. كانت لسه وحشاه جدا سمايل، وكان شايف ان هي فعلا كانت منوره حياته وان هي انسانه بريئه جدا. في الوقت ده ليز بعد ما راحت ان هي تأجر لتاني مرة كيرو، تقول ان انا اجرتك المرة دي وهقضي معاك وقت لطيف وهتسلى بيك، وكررت الكلام اللي هو قاله لها قبل كده. ولكن في الاخر اعترفوا لبعض ان الاتنين بيحبوا بعض. وهنا كانت اسماعيل رجعت له تاني وبتقول له في 3 شروط، اللي انت ما تقولش لحد اللي انت بتحبه او تقعد مع واحده في اوضه لوحدكوا. وانا بدأ يسمعها الشروط اللي هي حفظتها له. وانا كانت شايفه ان علاقتهم حلوه جدا وان هو هينتهي من الشغل ده قريب. راح للوكاله وعارف ان اصلا اخته ما كانتش ليها ديون عندهم ولا حاجه، وان اخته عملت كده علشان بس تشيل حبيبها من الوكاله، وان هي ضحت بيه. طبعا بما ان بات شخص وسيم جدا صاحب الوكاله كان متمسك بيه جدا. وهنا بات وكيرو سابوا هما الاتنين المنظمه، وان ليزا اعترفت لكيرو ان هي بتحبه وان هما اخيرا هيبداوا علاقتهم، وهو عارف كويس ان هي خلاص ما بقتش تحب بات. كيرو كان فرحان ان هو اخيرا وقعها في حبه، وان هي بقت تحبه خلاص ومش هتبعد عنه تاني علشان بات، ان بات بيحب سمايل وان كيرو بيحب ليز. خلص المسلسل على كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل مسلسل جديد.